من ساعه ما قطر فازت بحق تنظيم مونديال 2022 والاعلام الغربي ماسك قطر وهتك انتقادات وهجوم. ومن سبتمبر 2022 نشرت صحيفه ذا جارديان البريطانيه تقارير كتيره جدا بتهاجم فيها قطر والمونديال بمعدل تقرير كل يوم تقريبا. الباحث مارك اوين جونز حلل محتوى 9 مؤسسات اعلاميه بريطانيه من 2010، والتحليل ده شمل تحليل 685 عنوان ومقاله عن المونديال وعن قطر بس. والمفاجاه بقى انه لقى 66% من المقالات ديت والعناوين دي سلبيه و29% محايده، وتخيل 5% ايجابيه بس. وصلت درجه العنصريه والغطرسه في الاعلام الغربي ان هم ما غطوش افتتاح مونديال قطر 2022 وقعدوا يتكلموا عن حقوق الانسان والعجل والكحول، وسابوا بقى الافتتاح وجماله وما اتكلموش عنه خالص. تفتكر كده ليه الغرب بيعمل كل الحملات دي عشان يفشلوا المونديال ده بالذات؟ وليه برضو متمسكين بفكره المثليه الجنسيه ومحاوله فرضها بالعافيه على الاراضي العربيه الاسلاميه؟ وليه رغم التحذيرات الكتيره قبل البطوله بعدم لبس شارات بتدعم المثليه الجنسيه والقرف ده الا انهم فضلوا مصرين وبيحاولوا يوصلوا الرساله القذره دي؟ لدرجه ان احنا شفنا الصوره المضحكه بتاعت منتخب المانيا دي اللي قال ايه بيوصلوا من خلالها انهم مقموعين ومش قادرين يعبروا عن ارائهم يا عيني. وهل فعلا الغرب بيراعوا حقوق الانسان اصلا؟ يلا بينا نشوف، وهو ده المهم. في سبتمبر اللي فات اعلن قاده 10 منتخبات اوروبيه ابرزهم انجلترا وفرنسا وهولندا والمانيا انهم هيلبسوا شاره ولا مؤاخذه معمول عليها علم الالوان ومكتوب عليها وان لاف في دوري الامم الاوروبيه وفي مونديال قطر 2022 بهدف الترويج بقى للمثليه والقرف ده، على اساس يعني ان دي حريه راي وكده يعني، مع انه اقسم بالله مفيش حريه راي في الموضوع ده. هو الموضوع معروف ان ربنا خلق الكون ده من ذكر وانثى من ادم وحواء، ولا خلقوا من ادم وادم ولا خلقوا من حواء وحواء، فما تعرفوناش. المهم انهم كانوا دايما متعودين في اوروبا ان هم يروجوا للقرف دوت في العلن وقدام الناس، لانهم كانوا شايفين ان دي حاجه مش عيب وان دي حاجه مش ضد تقاليدهم وعاداتهم ولا ضد الشرع والدين والعقل البشري. لحد ما وصلنا لمونديال قطر 2022، اول مونديال يقام في دوله عربيه اسلاميه في الشرق الاوسط. في البدايه دوله قطر اعلنت ترحيبها بكل الناس ايا كانت ميولها، بس بقواعد وقوانين واضحه للكل، اللي هو عاجبك تيجي تعالى، مش عاجبك ما تجيش وما تقرفناش. والقوانين كانت كالاتي: ان مفيش رفع الاعلام الريمبو لا في الشوارع ولا في الماتشات، وما ينفعش برضو تمارس القرف ده في الشوارع وقدام الناس، ومفيش حد هيلبس شارات ملونه كمان. انت عجله فعجله لنفسك، مش لازم تعرف الناس كلها وتقرفنا يعني. طبعا الاتحادات الاوروبيه ما عجبهاش الكلام وادانت الموقف ده واصدرت بيان موحد بتقول فيه ان ده قمع لحريه الراي وان ده ما ينفعش وان احنا لازم ندعم الناس دي، ولازم برضو نعرف الدنيا كلها اننا عجل. لدرجه ان هانزي فليك ونوير وفان دايك وهاري كين وغيرهم كمان طلعوا وقالوا ان موقفهم مش هيتغير وان هم هيلبسوا الشراب لان ده حقنا. والولا جريزمان برضو اللي ملعوب في اساسه ده طلع قال لك انا بدعم المثليه في اي وقت وفي اي مكان. اقسم بالله حوده انا شاكك في الولد ده من زمان اصلا. وهنا بقى بتيجي اول حاله للنفاق وازدواجيه المعايير في حلقتنا النهارده، اللي هي زي ما انا بحترم عاداتك وتقاليدك لما باجي بلدك وبلتزم بقوانينك وحاجاتك، ففرض عليك برضو من باب الحريه والتحضر اللي انتوا قارفيننا بيهم انكم برضو تحترموا عاداتنا وتقاليدنا ومعتقداتنا الدينيه. لكن ده ما حصلش طبعا، لحد ما الفيفا قالت بكل ادب ان لو حصل واي حد لبس الشاره هياخد انذار. فساعتها الاتحادات الاوروبيه جابت ورا وطلعت بيان مشترك بينهم بيصيحوا وبيعيطوا فيه ويعلنوا يا عيني ان هم مش هيقدروا يلبسوا الشاره، وبيتاسفوا للعجل كمان وبيقولوا ان الفيفا ظلمونا وان الموضوع ده هيفضل اولويات عندنا، لكن احنا عايزين نركز في الكوره ومش عايزين نحط لاعيبتنا تحت ضغط الانذار من اول الماتش. تخيل كده صاحبي بتبيع قضيه بتقول عليها ان هي من اولوياتك بكارت اصفر. بصراحه ده حاجه رخيصه قوي قوي يعني، وبتدل انك مش على حق وانك غيران وزعلان من جمال وحلاوه المونديال ده اللي انت واثق ومتاكد انك مش هتعرف تعمل زيه. وكملت بقى الدول الاوروبيه الصياح وقالوا ان هم هيظهروا الدعم بس بطرق تانية. ايه بقى الطرق التانية دي؟ ما تيجي نشوف. الطرق دي بقى عباره عن سرقه وشغل عيال صغيره وتحايل على القواعد والقوانين، وده حصل لما شفنا وزيره داخليه المانيا كانت داخله الملعب ولابسه الشاره تحت الجاكيت، واول لما دخلت المدرجات راحت جايه على الجاكيت ومبينه الشاره. هل ده احترام للقانون؟ اكيد لا طبعا، ده شغل عيال صغيره. والموضوع زاد ولقينا شويه العيال العجل بتوع المانيا متصورين الصوره المضحكه دي وراسهم والف سيف انهم يعرفوا العالم كله انهم عجل. والصراحه اليابان ما اثرتش حوده. وعشان ابين لك ان الناس دي بتشتغلنا وان القصه كلها غيره وحقد مش حقوق انسان ولا حاجه، تعالى بقى اعرض لك فرق التعامل من المانيا والغرب مع مونديال قطر 2022 ومونديال روسيا 2018. بص يا سيدي، قبل انطلاق كاس العالم روسيا 2018 طلع بوتين وقالها صريحه ان العيله بتتكون
بتتكون من بابا وماما، ومش بتتكون من بابا واحد وبابا اتنين، ولا ماما واحد وماما اتنين. وحط قانون واضح وصريح لمنع الممارسات الجنسيه الغير تقليديه، لدرجه ان وصلت التهديدات قبل المونديال ان اي واحد عجله الوان هيجي روسيا هتتم ملاحقته وهيتعرض للضرب ولقله القيمه. وفعلا في اول ايام المونديال اتعرض مشجع فرنسي عجله هو وصاحبه للضرب من مواطنين في مدينه سان بطرسبرج بسبب ميولهم الجنسيه. وكمان قبل اول ماتش لالمانيا قدام المكسيك الجماهير الروسيه رددت هتافات وعبارات مناهضه للمثليه الجنسيه، وقال له منهم جامد قوي. والغريب والعجيب اللي يجنك ان مفيش اي منتخب فتح بقه او اعترض او عملوا بيانات وحبشتكنات من اللي عملوها في مونديال قطر دي. طب اشمعنى يعني؟ هقول لك، اولا عشان بينهم مصالح مشتركه بعيد عن الكوره، ثانيا دي دوله اوروبيه وناس بيضه، وبوتين الرئيس بتاعهم اللي محدش يقدر يعمل معاه اي حاجه والا يمنع عنهم الغاز، وانا وابن عمي على الغريب فقشطه ومشي الدنيا يعني، وما توسعش الدنيا شبه ما وسعتها في قطر. وثالثا والاهم بقى انهم غيرانين ومتغاظين نجاح اول كاس عالم في دوله عربيه مسلمه، لانهم عارفين ان هم مش هيعرفوا يعملوا كاس عالم زي ده بعد كده. وبمناسبه حقوق الانسان بقى اللي بيتكلموا عليها دي وهددوا بالانسحاب من مونديال قطر بسببها، فلازم تعرف ان في مونديال البرازيل 2014 كان في مظاهرات كبيره جدا في البرازيل، لان المونديال اتعمل على حساب حقوق المواطن البرازيلي في العيش وفي الحريه، وان في اماكن وبيوت اتهدت عشان الملاعب دي تتعمل، وان الناس كانت جعانه اصلا ومش لاقيه تاكل، والاسعار كمان غاليه، والدوله كانت سايبه كل ده وقاعده تبني في ملاعب، لدرجه ان روماريو نجم البرازيل الشهير قال لك ان دي اكبر سرقه في التاريخ. ورغم كده برضو ان كل المنتخبات راحت ولعبت ومحدش فتح بقه ولا اعترض ولا اعلن تضامنه مع المظاهرات دي ولا عملوا شبه ما عملوا في مونديال قطر. ولو ما تعرفش برضو ان قبل انطلاق مونديال روسيا 2018 روسيا كانت بتعمل مجازر في الناس في الشاشات، قتل وتعذيب وخطف وكل حاجه غلط، لكن سبحان الله مفيش ولا منتخب هدد بالانسحاب من المونديال، ولا حتى في منتخب فيهم فكر ان هو يتكلم في الموضوع ده ويعرف الناس بيه، ولا فكروا حتى يعملوا رساله دعم للناس اللي بتموت دي. عندك مثلا منتخب الدنمارك اللي قعدوا يعيطوا قبل البطوله وقال لك احنا مالناش دعوه، عايزين نلعب بتيشيرت اسود معلهوش علم ومعلهوش تاج، كنوع يعني من انواع الاحتجاج على انتهاكات حقوق الانسان في قطر. سبحان الله، هو المنتخب اللي راح شارك في مونديال روسيا 2018 وما طلبش اي حاجه، برغم ان روسيا قبلها ب4 سنين وفي 2014 احتلوا شبه جزيره القرم اللي هي مش بتاعتهم اصلا. خد الكبيره بقى، المنتخب الاولمبي الدنماركي شارك في دوره الالعاب الشتويه في الصين الدوله اللي فيها حمله اباده عرقيه واعتقالات وقتل وتصفيه رجال دين وطمس للاسلام في تركستان الشرقيه، وخاصه مع مسلمين الاجور، الا ان ما شفناش اي حد منهم طلع اعترض واعلن تضامنه مع الناس اللي بتموت دي. ولا انتوا حقوق الانسان عندكم مقتصره بس على العجل والالوان والقرف ده؟ يا اخي ده اوزيل لما طلع واستخدم حق من حقوقه في التعبير عن رايه وكتب تويته بيرفض فيها اللي بيحصل من انتهاكات لحقوق مسلمين الاجور، وبينتقد الصمت العالمي عن اللي بيحصل في الناس دي من حرق للمصاحف وغلق للمساجد والمدارس وقتل العلماء الدين واحد ورا التاني والاختفاء القسري لاي حد بيعارض اللي بيحصل ده، وبيترمي ورا الشمس ومحدش بيعرف عنه اي حاجه. المصادر بتقول ان في اكتر من معسكر في الصين محتجز فيه اكتر من 1,000,000 مسلم، هدفهم من المكان ده انهم يلغوا الهويه الاسلاميه من دماغهم نهائي. في المعسكرات دي بيشربوهم خمره وبياكلوهم لحم خنزير وبيحاولوا بكل الطرق يلغوا فكره الاسلام من دماغهم، بالاضافه كمان انهم بيجبروا الستات المسلمات انهم ياخدوا حبوب منع الحمل عشان ما يخلفوش اي نسل مسلم تاني، وكمان بيجبروا الستات المسلمات على الجواز من الرجاله الصينيين عشان الجيل اللي جاي ما يبقاش جيل مسلم اصلا. من بعد تويته اوزيل دي والدنيا اتقلبت وحياته اتقلبت وانتهت حياته الكرويه عشان بس استخدم حق من حقوقه وهو حق التعبير عن الراي. وبعد بقى اوزيل بقى مباح ومكروه في الصين وتيشيرتاته بتتحرق، واي ماتش بقى فيه اسم اوزيل يا اما مش بيتذاع، ولو اتذاع اسم اوزيل مش بيتنطق من المعلق اصلا، لدرجه كمان ان هم شالوا اوزيل من العاب الفيديو ومن محركات البحث في الصين، يعني ما بقاش لاي وجود في الصين. ممكن اعرف بقى ليه في الوقت ده ما شفناش اي دعم من زمايله؟ اشمعنى دوت يعني ما حدش فيكم تصور ليه اي صوره وهو حاطط ايده على دماغه وبيدعمه حتى؟ وليه برضه ما شفناش اي دعم من ارسنال او الاتحاد الالماني؟ هقول لك انا ليه، لان ده بيتعارض مع مصالحهم، ولو دعموه هيخسروا فلوس كتير قوي. يعني ارسنال مثلا لو دعمت اوزيل كانت هتخسر سوق اسيا والصين اللي هي شريكه اصلا مع الدوري الانجليزي في حقوق البث التلفزيوني واكبر سوق خارجي ليها، لان الصين واسيا عموما فيها تقريبا نص سكان كوكب الارض.
وارسنال والبريمير ليج طبعا مش هيقدروا يخسروا او يزعلوا الناس دي. وده اللي خلى ارسنال تطلع بيان تاكد فيه ان ده والله راي اوزيل لوحده، واحنا ملناش دعوه، وعلى مبدأنا ان مفيش سياسه في الكوره. وسبحان الله من اول ما حصلت مشكله روسيا واوكرانيا وظهر فصل جديد من ازدواجيه المعايير والنفاق في اوروبا، سبحانه، لاننا شفنا الغرب كله بيدعم اوكرانيا، وشفنا السياسه بتخش في الكوره عادي جدا، وبقى علم اوكرانيا بيتنزل بيه الملعب، وبقى بيتحط على قنوات التلفزيون والماتشات شغاله كنوع من انواع الدعم يعني. وساعتها برضو شفنا قرارات رادعه من الاتحاد الدولي ضد روسيا، ويعتبروا اصلا انهم منعوا روسيا من ممارسه الكوره في اوروبا وفي الدنيا كلها. طبعا احنا ضد اي حرب ودم، بس احنا برضو بنطالب بالمساواه بحقوق الانسان الحقيقيه بقى، لان اخواتنا في فلسطين بيتقتلوا كل يوم، وملايين الاسر اتشردت واتيتمت واتهدمت بيوتهم كمان، وساحه المسجد الاقصى بقت مباحه للي ما يتسموا يخشوا يلعبوا ويرقصوا فيها. وبرضو ما شفناش منكم اي دعم او اي كلمه عن انتهاكات حقوق الانسان اللي بتحصل في فلسطين، بل بالعكس اللي بيفكر يدعم فلسطين باي موقف ولو صغير، زي مثلا لاعب الجودو الجزائري فتحي نورين اللي رفض يلعب ماتش قصاد واحد من اللي ما يتسموش واتوقف بسبب الموقف ده 10 سنين، وزي فريدريك عمر كانوتيه برضو نجم اشبيليه اللي رفع قميص ومكتوب عليه فلسطين، وبعديها على طول الاتحاد الاسباني عاقبه لانه تضامن مع شعب ضعيف ضد قصف غاشم من ناس ما تعرفش اي حاجه عن الانسانيه. واوعى تنسى برضو موقف ابو تريكه وتيشيرته الشهير بتاع تعاطفنا مع غزه اللي بعديها برضو اتعاقب من الاتحاد الافريقي. برغم ان مونديال 2006 لاعب من منتخب غانا رفع علم اللي ما يتسموش ومحدش جه جنبه ولا فتح بقه معاه. الخلاصه ان الناس دي ولا بتدافع عن حقوق الانسان ولا حاجه، والدليل ان كل مواقفهم متناقضه وعكس بعضها. الناس دي بتعمل كده لهدفين بس، الهدف الاول هي الغيره والحقد من نجاح العرب في تنظيم اكبر بطوله في تاريخ اللعبه، والهدف الثاني انهم عايزين يلوثوا فكر العرب والجيل اللي طالع بافكارهم الخبيثه ضد الفطره الانسانيه. وهنا برضو هاخد جزء من تويته الكابتن شريف اكرامي بيقول فيها ان مش صدفه خالص ان نتفليكس وديزني والدوري الانجليزي بيدعموا المثليه، ومش صدفه برضو ان احنا نلاقي حقوق الانسان بتظهر بس مع حقوق المثليين وبتختفي مع ضحايا العرب واطفالهم وهدم بيوتهم، ومش صدفه برضو ان براند عالمي شبه بلانسياجا ان يبقى اساس حمله اعلاميه ليه هو استغلال الاطفال الصغيره في المواد الاباحيه. صدقني مش صدفه خالص، كل حاجه مكتوبه ومتخططه ومعروفه هي معموله ليه. وخلي بالك الاستثمار الحقيقي ليك في الزمن ده كرب اسره انك تربي ولادك وتعرفهم دينهم من غير تشدد وهويتهم العربيه وتخليهم متمسكين بيها مهما حصل، لاننا لو سيبنا الدنيا بالشكل ده وما خدناش اي موقف مع مرور الوقت هنلاقي اجيال طالعه بدون اي هويه او دين. اتمنى منكم انكم تدعموا الحلقه دي وتعملوا شير ليها في كل حته عشان كل الناس تعرف الخداع والحرب اللي احنا بنتعرض لها كعرب. اشوفكم في حلقه جديده، سلام.